انت ليه ما بتحبش جمال عبد الناصر؟ السؤال اتقال لي امبارح عشان كان 15 يناير اللي هو ذكرى ميلاد جمال عبد الناصر الرئيس الراحل. هقول لك ليه. اول حاجه، انا مش المفروض تبقى علاقتي او طريقه تفكيري اما اجي ابص للتاريخ وافكر في رئيس جه قبل كده ان علاقتي بيه تبقى فيها اي حاجه عاطفيه. يعني ولا المفروض احبه ولا المفروض اكرهه. اصلا انا المفروض اتفرج على اللي هو عمله عشان اكون مؤيد للي حصل والسياسات بتاعته ساعتها، او شايف انها مش مؤيد ليها. عشان الفتره دي هي اللي اسست لكل حاجة احنا وصلنا لها من 60 70 سنة لغاية اللي احنا فيه. احنا نذكر بعد انقلاب 1952 اللي عملوها هؤلاء الضباط، واللي ممكن يكون ساعتها كانت النية ان احنا نخلي فيه عدل، وان الاغنياء ما يبقوش طبقة معينة قليلة، وان الناس كلها يبقى فيها شوية عدل. يمكن كان ده الهدف، احنا مش هنخش في نيات الناس. ولكن اللي حصل بعدها زي ما برضو حصل كده في الأحداث بتاعت يناير، إن الناس تجتمع وتتفق على خريطة طريق يمشوا عليها، وينتخبوا يعملوا مجلس شعب أو انتخابات رئاسية أو يعملوا دستور. شوية خطوات يمشوا عليها بالترتيب. وبالتالي كان الرئيس ساعتها اللي جه هو الرئيس محمد نجيب. ووقت ما جت فترة إن هم يعملوا الدستور وهو يسلم يعملوا انتخابات عشان يسلم الدولة الرئيس مدني، هنا جت المشكلة وجه وقت الخروج عن النص. وهي دي بداية الخروج عن النص، اللي هي نبقى فيها ان احنا في مفترق طرق. الاصل في الموضوع ان انا رئيس مؤسسة، رئيس دولة، رئيس جهة تنفيذية. الاصل في الموضوع ان انا دوري ان انا اشوف مصلحة المكان اللي انا فيه او مصلحة المؤسسة اللي انا فيها، اللي هي بقى مصلحة البلد، مصلحة الشعب، مصلحة الناس. هو ده دوري. ولكن بقى في دور جديد اسمه متطلبات الحفاظ على الكرسي، وبقى في لعبة سياسية لازم تتعمل، بقت حاجة بقى بتتطور على مدار السنين. عشان ما نعقدش الأمور أنا أديك مثال بسيط. وقت ما الكلام اتغير ومحمد نجيب كان عايز يسلم البلد لرئيس مدني، ساعتها اتجمع المجلس العسكري وقالوا الحجة إن إحنا اللي شلنا روحنا على كفنا علشان نعمل هذا الانقلاب، وكان ممكن الانقلاب ده يفشل وكلنا نبقى ميتين دلوقتي، وكنا ضربنا بالنار وتم إعدامنا. فهنا اهو السؤال او النية المبيتة في هذا الموضوع، ان احنا فين حقنا الفردي كاشخاص. هنا الاهداف اللي بعيدة عن الهدف الاساسي اللي اتعمل علشان الانقلاب اللي بقى ثورة والشعب ايدها اتغير. وبالتالي اما هم اتفقوا على ان هم متفقين على ان هم احقيتهم ومصالحهم وتواجدهم في السيطرة والبقاء في السلطة مهم ومبسوطين من اللي هم فيه، قالوا محمد نجيب فكك بقى موضوع الحق اللي انت متمسك دي وروح. وعزلوا محمد نجيب من الحكم وعملوا له إقامة جبرية زي سجنوه، بس سجنوه في بيته عشان ما يبقاش جوه السجن احتراما لوضعه. ومسك جمال عبد الناصر. أول حاجة عملها جمال عبد الناصر برضو بنفس الفكرة من المفارقة، إن أنت تبدأ تعمل جيم سياسي أو لعبة سياسية يبقى فيها مصلحة للسلطة، وفي المقابل الناس تفتكر إن هي مصلحة ليها ويضحك عليها، ولكن واقع الأمر يبقى أوحش من كده كتير. أنت كنت واخد الدولة فيها حاجات كتير قوية، وكانت مصر دولة زراعية وأساس اقتصادها مبني على الزراعة والصادرات الزراعية، وكنا دولة قوية جدا في هذا المجال. تمام. حضرتك جيت خدت الأراضي دي كلها من الإقطاعيين وفتتها واديت كل فلاح من اللي شغالين في الأرض 5 فدادين وعدالة واشتراكية، والدنيا بقت موز العنب. ولكن حضرتك صادرات مصر كانت مبنية على حاجة اسمها الزراعة المجمعة، اللي هي موفرة كل حاجة وبتدي إنتاجية عالية وتقدر تبني عليها اقتصاد. يعني أنت بتزرع بال10,000 فدان حاجة واحدة، كفكرة مشروع وكفكرة منظومة استثمارية اقتصادية، هي كعائد وكمصاريف هي في الآخر أحسن، بتكسبك أحسن وبتوفر لك أحسن في المساحات الكبيرة. وبتسهل عليك في حاجات كتير، في سواء في الصناعات ما بعد الزراعة، لو انت هتطور شوية في المنتج الزراعي اللي هتطلعه وشوية حاجات تانية كده. حضرتك لما وزعت الأراضي فرحت الفلاحين، وما طرحتش الموضوع بطريقة نظامية تنظم فيها الموضوع، ان انت تخصص لكل واحد أملاكه، ولكن يبقى ملزم ان هو يفضل مشترك في نظام الزراعة المجمعة ويبقى شريك في الدخل، ولكن الاقتصاد ما يقعش. لكن احنا ما اهتمناش بكده، واهتمنا باللقطة، اللقطة اللي خلته زي ما بيقولوا حبيب الملايين بقى وحبيب الفقراء ونصير الفلاحين ونصير الفقراء. هو ده الكلام اللي اتقال عنه. ولكن في الاخر هي زي ما في مفروض فايدة للشعب، المفروض في فايدة للسلطة. الفايدة للسلطة بنركز فيها جدا، فايدة موضوع الشعب فيها ضرر للبلد كلها. يعني انا هكسبك دلوقتي ان اديك 5 فدادين في ايدك، لكن عائد البلد كلها اما اقتصادها يتضرب فالحياة تغلى عليك فانت اتضريت. وده اللي احنا بنجربه مرة واتنين وتلاتة. بس هي الفكرة ان الغلا بيجي بعد الموقف او الغلطة اللي بنعملها بوقت، فما بنحسش، ما بنفهمش اللي حصل، او بنفهم بعد فوات الاوان. فده مثال ان احنا للخروج عن النص. احنا بقيناش بنلتزم بدولة المؤسسات وبالدستور اللي المفروض بيحرك البلد.
وغيرها بقى. يعني لو مشينا بصينا بعد كده في الرؤساء اللي قبل كده، نفس الجيم باللعب. هي فعلا اللعبة سياسية قذرة بيتعمل فيها ألعاب كتير. لو تفتكر تعديلات دستور 79 اللي اتعمل 79 بتاعت اللي عملها السادات، نفس القصة. هو عدل الدستور، وفي مصر دخلت مصر في اوضاع كتير قوي من الفتنه الطائفيه عشان يعمل ارضيه اعلاميه لتغيير الدستور، وان السادات هينتصر للجزء بقى الديني، وفي الاخر ان مصر دي دوله اسلاميه، وهو في الاخر رئيس مسلم، عشان يجتذب معظم الشعب في وسط اجواء الفتنه الطائفيه في هذا الاتجاه وفي وقت الاحتقان الطائفي، عشان يعرض عليهم الدستور وهو حاطط الفوكس كله وحاطط تحت البؤرة وتحت النور ان الدولة دي دولة، وهذا كان وسيلة مش لتدين الدولة والله. يا ريت كان ده الهدف، ولا كان هو ليه ميول كده ولا ما يثبت ذلك. ده هو اشعل حاجة قبلها بشهرين ثلاثة لهدف ما، ان هو يهيج الناس في زي الاهلي والزمالك كده. فالرئيس طلع اهلاوي واحنا كتير، فبيقول الدولة دي بتاعتنا يبقى احنا معاك يا ريس. هو عايز اللقطة دي عشان يمرر البند الخامس في الدستور اللي بيقول ويجدد للرئيس مدة أخرى، خلاها مدد أخرى، فك اله وخلاها دال، ومحدش حس بحاجة. ودي اللي كان عملها وعمل بسببها التعديلات الدستورية عشان هدفها الأساسي يضمن بقائه في السلطة مدى الحياة. ولكن البروباجندا الإعلامية والشو والفرشة اللي اتعملت قبلها اتعملت على إيه؟ اتعملت على موضوع الفتنة الطائفية. إحنا بيتم استغلالنا عاطفيا وطائفيا بالدين وبالكورة وبكل ما هو يشدك في عنصرية، يشدك في انجذاب. انت بتحب كذا ولا بتكرهه كمسؤول؟ انا احبه ولا اكرهه ليه؟ انا علاقتي بهذا المسؤول علاقة زي علاقة العمل كده. حضرتك هو ليه دور في الدولة، وانا دوري لو هتسأل ان انا اشوف اداؤه كويس ولا وحش. ولا احبه ولا اكرهه. احبه واكرهه اما اكون اعرفه وبروح له بيتهم وبيجي لي بيتنا واحنا اصحاب وفي بيتنا علاقة شخصية، دي ساعتها بقى تقول لي ايه رأيك فيه كشخص. لكن انا مالي بيه كشخص. انا رأيي في المسؤول هو رأيي فيه بصفته كعمله، وليس لشخصه. انا مش قصتي شخص اللي قدامي خالص، لا يعيبني. انا لو جالي واحد شخصيته مش احسن حاجه ولكن هو كفاءته في الشغل، جالي واحد اقتصادي مش احسن واحد متكلم ولا احسن واحد كاريزما، ولكن على ارض الواقع هو قادر ينفذ خطط استثماريه عظيمه ونتائجها على ارض الواقع كويسه، شغله كويس، ده يا ريت كل الناس تبقى كده. مش مشكله الموضوع الشخصي، الموضوع موضوع عمل. جمال عبد الناصر اول واحد يخرج عن النص ويلعب في مستقبل الوطن كله والبلد كلها من اجل بقائه في السلطه. ويا رب نوصل لوقت ما تبقاش السلطة عندنا إدمان وما بتتسابش. يا رب اللي بنقوله ده يتحقق. هو ده كان ردي بس على موضوع ليه ما بتحبش الرئيس جمال عبد الناصر. سلام.